عزيزي المتصل، إن الشخص الذي تحاول الاتصال به يشرب قهوته الساخنة لكي يمخمخ. الرجاء معاودة الاتصال في وقت لاحق. صباح الخير أو مساء الخير. أنا هنا بشارك لحظات بسيطة من يومي يمكن تكون عادية بس فيها حب وهدوء على طريقتي. لو بتحبي روتين يلا نبدأ بينا سوا ونشوف هنبدأ يومنا بإيه. بس قبل ما نبدأ يومنا مننساش نصلي على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام أجمعين. أول حاجة طبعا أنا نزلت بنتي الحضانة، بس ما جيتش معاكم الفقرة ديت. بعد كده بقى ايه قلت امخمخ اعمل كوباية قهوة عشان امخمخ مع سندوتش كده جبنة رومي وشوكولاتاية اكلها مع القهوة. وانا طالعة بقى كان ناقصني فاكهة بصراحة، فجبت العنب كان شكله حلو كده، والبلح الاحمر جبت من ده كيلو ونص وده كيلو يعني وكده، وكان سعره حلو. هنا بقى كنت عايزة أبدأ أغير فرش الأنتريه بتاعي وكده، فقلت أشغل الغسالة عليه وبدأت إن أنا أعلق دور والمفارش بتاعت بقى الأوضة كلها. وهنا صراحة طبعا دخلت على طول على الغدا، يعني حضرنا الغدا على طول مع بعض عشان يعني كان في مقتطفات طبعا كتيرة. كان عندي مذاكرة مع بنوتي الكبيرة ونزلنا درس وجينا جري عشان نعمل الغدا. هنا قلت أعمل كفتة، فعملت جبت نص كيلو لحمة مفرومة وبصلاية كبيرة كده بشرتها أو ضربتها في الكبة. عايزة أقولكم إن الروتين ده بقاله فترة عندي، الروتين ده مش يعني بقاله حوالي أسبوع، كل مرة أقول هنزله وأكسل يعني. فأنا إن شاء الله اتشجعت وهتشجع بإذن الله وأنزل لكم روتينات على طول، بس انتوا شجعوني بالتعليقات واللايكات وشيروا الفيديو لأصحابكم عشان أتشجع معاكم وأنزل فيديوهات على طول. وقولولي برضو رأيكم إن الفيديو عجبكم أو لأ. هنا بقى حطيت على الكفتة توابل طبعا، ملح، فلفل اسمر، السبع بهارات، بابريكا. وهنا شلت بقى مية البصل، هتشوفوا انا بحب اعمل بيها دلوقتي، بس بحط عليها ملح وفلفل اسمر وشوية بابريكا عشان خاطر لما اصبع الكفتة باخد منها بصراحة، او لما اخلص خالص الكفتة بحطها كده على الوش او على الكفتة، بتبقى بصراحة جميلة قوي وتديها طعم جميل، بتخليها جوسي كده من بره، بتحسي كأنك الكفتة جايباها من بره مش بتاعة البيت ابدا. زي ما انتوا شايفين طبعا كل قطعة لحمة قعدت اصبعها واشوف الحجم المناسب ليا يعني عشان خاطر اصبعها. زي ما انتوا شفتوا، بصوا انا بحب احط مية البصل كده في ايديا، بتخلي صبع الكفتة بجد جوسي حتى وانتي ماسكاه في ايدك كده. والباقي بقى بعد اجيب الفرشة زي ما انتوا شايفين بالظبط. عايزه اقول لكم انا راجعه كني اول مره اسجل معاكم فيديو، بقالي فتره طبعا كبيره غايبه، وكل فتره بنزل بفيديو وارجع غيب، بس بصراحه مش عارفه في ايه، بس ان شاء الله هرجع التزم تاني يعني وانزل فيديوهات. هنا بقى عملت ايه مع بعض، هنعمل مع بعض طبعا كفته، هعمل جنبها مكرونه. عملت المكرونه طبعا بطريقه عاديه، الصلصه كانت عندي متخزنه في الفريزر، حطيت عليها ملح وفلفل اسمر والزيت وبس كده. وسلقت طبعا المكرونة لوحدها وهرجع اقلبهم في بعض. وده كان اكل النهاردة، اكل بسيط طبعا، دي اكلات الصيف البسيطة اللي خلاص قربنا نودعها الحمد لله، اللي هي سريعة، الاكلات اللي هي سريعة. وراكي درس عايز تيجي بسرعة تعملي اي حاجة بعد الدرس، عندك شغل بيت، بتلحقي تخلصي الاكل كده يعني. وده كان شكل الاكل في الاخر، كان شكله بصراحة جميل، والكفتة كانت جميلة جدا وجوسي بجد يعني، جربوها هتعجبكم اوي. وهنا طبعا بعد الغدا بقى انا كان ورايا حاجات كتير، بس قلت اعمل كوباية ايس كوفي عشان امخمخ تاني مرة. قلت عشان خاطر امخمخ كده. ايه رايكم بقى في المج الجديد بتاعي دوت؟ عايزه اقول لكم ان انا على التيك توك عامله قلبان بالايس كوفي، و يعني طريقاته، يعني طريقته كلها بالاطعمه الجديده اللي نازله كلها، بالمجات نازله كتيرة كلها. وطبعا انا شاركت ده معاكم في حاجات بسيطة شاركتها معاكم في الشورتس بتاعت اليوتيوب برضو، بس اتمنى ان انتوا تتابعوني على التيك توك، هيعجبكم جدا.
هتلاقوني بنزل عليه بصراحة بالتزام اكتر عن اليوتيوب، ان انتوا عارفين ان انت التيك توك مش بياخد وقت. طبعا بعد ما عملت الغدا والقهوة فار زي ما انتوا شايفين كده، وكنت كمان عاملة بليلة للأولاد ففارت برضو على البوتاجاز، قلت بقى خلاص بقى كفاية كده ويلا نغسل البوتاجاز مع بعض عشان نشجع بعض. كنت بصراحة سايباه من الصبح، يعني قلت بالليل كمان كنت هكسل، بس قلت او كسلت انا فعلا يوميها بالليل ما غسلتوش، سبته لتاني يوم عشان اكون صريحة معاكم، يعني سبت تاني يوم الصبح اول ما قمت من النوم بقى كده غسلته وظبطته ولمعته يعني. وطبعا كلنا كده، يعني مش شرط ان انتي تيجي على نفسك في اليوم كله وتقولي لا لازم اروق، ولا ارتاحي خالص وبعد كده اعملي اللي وراكي. اصحي بدري اعملي اللي وراكي، كلنا اصلا الفترة الجاية هنصحى بدري. هو الاحسن لينا ان احنا ننام، الحاجات دي بتبقى متظبطة عشان لما نصحى الصبح مثلا الفترة الجاية نعمل لانش بوكس ونحضر الحاجات اللي ورانا، بتخلي الواحد يبقى نفسه مفتوحة ان هو يبدأ اليوم. بس تعبتي وخلاص، لا نصحى الصبح عادي ونظبط يومنا ونبدأ اللي احنا عايزين نعمله ونعمله عادي خالص. وهنا بقى كان في كمان غسلت البوتاجاز كده حلو، وكمان كان عندي وكمان قلت ادي كده تلميعة للحوض بتاعي واسلكه عشان لو في اي دهون مثلا مترسبة ولا حاجة، الحركة ديت بتضيع الدهون وكمان بتعمل ريحة حلوة. لو كمان الصابون السائل بتاعك ريحته كده ليمون وحلو بيديها ريحة حلوة. بعمل ايه بقى؟ معلقتين كربوناتو، معلقة ملح ليمون، معلقة خل كبيرة كده شوية او حبة خل يعني حسب ما بتحطي، ومعلقة صابون سائل، الكاتل بقى المية السخنة وافضي عليها كده، بتضيع اي دهون خالص مترسبة، وكمان بتدي لمعة للحوض جميلة جدا. هنا بقى كنت عندي شوية مشتريات جايباها، بس كنت محتاجة ان انا المعها، ان انا قصدي ارتب مكانها، ادي لمعة كده للسيراميك وللحوض عشان لما افرشها واعمل الديكور الجديد بتاع الكوفي كورنر اللي انا عايزة اعمله تبقى الدنيا متظبطة. هنا بقى غسلت المطبخ طبعا من الحته دي كانت نظيفه، بس انا بديها لمعه عشان خاطر النزوه جديده. بس الحمد لله انا كنت عامله اصلا للشقه كلها دوره نظافه اللي هي قبل المدارس، كنت مظبطه. بس لما جبت الديكور الحاجات اللي انا جبتها دي عشان اعمل بيها الديكور الجديد، فطبعا قلت لا عادي يعني المع مره كمان. وكمان الرخامه دي لو اتلمعت كل يوم بتحسي نفسك ان انت يعني ايه الانتعاش ده يعني. فكنت جبت بقى ستاند المجات الخشب ده بصراحة جميل جدا، قلت اعمل بيه ديكور حلو كده على مزاجي وهادي. آه، فحطيت بقى المجات اللي انا بحبها بصراحة عليه، وكمان جبت الكوستر الخوص وصواني ايكيا. انا قعدت أعمل معاكم ديكورات كتيرة جدا جدا، بس بصراحة ده الشكل النهائي اللي انا عملته، فقولوا لي ايه رأيكم فيه. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا